يعني تحدثت الدراسة التي بدأنا بها حلقة هذا اليوم عن النساء وكيف أنهن استطعن التخلي عن الخوف من الصورة النمطية للسيدة التي تعمل قليلا وتحب أن تنال أموال كثيرة. يعني هذا الكلام في الدراسة على أرض الواقع، هل استطاعت فعلا السيدات التخلي عن هذه الصورة؟ أولا أريد أن أقول أن هذا القانون لو كان هناك قانون صارم حسب قاعدة أجر متساوي لعمل متساوي لما كانت هذه حالة المرأة العاملة اليوم. طبعا نحن نعرف أن هناك ما تزال فروقات كبيرة بين الجنسين فيما يخص المرتبات والأجور، ولكن طبعا لا يجب أن يلقى اللوم في ذلك على النساء بحجة أنهن لا يطالبن بحقوقهن. هذا تبرير غير منطقي لوضع موجود كما تعرفين. الدراسة نفت ذلك في كل الأحوال، قالت هن تطالبن بذلك. طبعا وأيضا يجب أن نشجع النساء على عدم الخوف ومواجهة الظلم وعدم التسوية، لأن هناك في بريطانيا قوانين تحميهن، ويجب أن يتخطين الخوف، وخاصة الخوف من فقدان الوظيفة. فالمرأة العاملة كما تعرفين هنا في بريطانيا تستطيع أن تجبر صاحب العمل على استبيان محدد متعلق بالأجور، ولو رفض أن يقدم هذا الشيء لها هي ممكن أن ترفعه إلى المحكمة العمالية. كما هناك أيضا طلب تظلم ممكن أن تدلي به، وقد يساعدها في ذلك اتحادات العمال. ولكل مؤسسة هنا في بريطانيا اتحاد طبعا مختلف ممكن أن تلجأ إليه. طيب يعني إذا كانت كل هذه القوانين بتناصر المرأة، إذن لماذا ما زالت هناك هذه الفروقات في الأجور؟ لأنها كما قلت لك هي تشعر بأنها ضعيفة وليست محمية لتواجه أرباب العمل. والأهم أن بعضهن يعتقد أن طالبت المرأة العاملة بحقوقها قد تخسر وظيفتها. والبعض الآخر تعرفين عندما تكونين تعملين في مكان ما وتطالبين بحق هو حق لك، ولكن الشركة أو أرباب العمل لا يعترفون به، تصبحين يعني هذا أو تلك العاملة المتمردة مثيرة للمشاكل. نعم والكل. طيب يعني في الحقيقة توقفت عند المثل الذي ضربته سوزان رينز منذ قليل، إذا كنت قد استمعتي إليه. تتحدث عن أنها هي وزميلها يعملون نفس العمل، وعندما تقدمت هي وهو لطلب الزيادة أو عندما علمت أنه يعني مرتبه أزيد من ما تحصل عليه، هي وجدت أن أسبابه في ذلك بالنسبة لها ضئيلة. لماذا يتعامل المجتمع مع الرجل وكأنه الأقل تحملا للمشاكل بينما يصدر صور بأن المرأة هي الأضعف؟ هذه هي الصورة النمطية للمرأة في التاريخ والمجتمع، وتحتاج لوقت طويل عزيزتي كي تتغير. يعني لا يمكننا أن نغير صورة نمطية عرفت في التاريخ وفي المجتمع وفي الثقافة بين ليلة وضحى، ولكن ما تستطيع أن تفعله هذه المرأة هي أن تواجه، أن تقف. يعني أريد مثلا أن أعطي مثل بسيط. تعرفين هيلاري كلينتون نافست أوباما في الدورة السابقة في رئاسة الولايات المتحدة. صحيح. هو غلبها ولكنها لم تيأس، فترشحت من جديد. الآن هي مرشحة ضد ترامب وفرصها عالية جدا، يعني فرص الفوز عندها عالية. هذا ما أريد أن أقوله، أن يجب أن يكون هناك إصرار على التغيير، إصرار على النجاح، وأن لا نضعف أمام أول عقبة تقف في طريقنا. طيب يعني دعينا نتوقف عند هذه النقطة تحديدا، حيث لدينا دراسة أخرى، يعني أتمنى أن تستمعي معنا إلى التقرير التالي، يتحدث عن هو استطلاع وليس دراسة، ولكنه استطلاع وجد أن نحو 50% من السيدات لازلن غير واثقات في قدرة المرأة على تولي المناصب السياسية الرفيعة مثل رئاسة الجمهورية مثلا ورئاسة الوزراء. الاستطلاع خرج عن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي، سوف نتعرف عليه وعلى المزيد منه في تقرير الزميلة منى أبو النصر، ثم نعود مرة أخرى لنستكمل حديثنا معك سيدة مريم.
في الوقت الذي تسجل فيه السيدات تقدما لافتا في مجال العمل السياسي لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن فكرة تولي المرأة لمنصب قيادي لا زالت لا تروق للكثير من السيدات أنفسهن، ويقابلونها بكثير من التشكك. هكذا وجد استطلاع حديث قام به المنتدى الاقتصادي الدولي مشيرا إلى أنه من بين العينة التي استهدفوها أبدت فقط 52% من السيدات والفتيات التي تقع أعمارهن بين 18 و 35 عاما موافقتهن على أن تتولى السيدات القيادة السياسية، بما في ذلك منصب رئيسة الجمهورية أو رئيسة الوزراء، وأن توليهن أمر يدعوهن للثقة، واعتبرن أن هذا الأمر لا علاقة له بالجنس وإنما بالأداء السياسي سواء رجل أو امرأة. فيما أبدت ما يقرب من نصف العينة عدم ارتياحهن لتولي سيدات مناصب قيادية لا سيما في مناصب عليا. في الوقت نفسه أبدى نحو 47% من الرجال المشاركين في الاستطلاع ارتياحهم لفكرة تولي السيدات أعلى مناصب في القيادة السياسية في البلاد. أبدى الفريق القائم على الاستطلاع دهشته من نتيجة الاستطلاع، معتبرين أنها صادمة بالنسبة للسيدات في الألفية الجديدة لازلن غير واثقات في قدرة أخريات على تولي القيادة السياسية، متحيزين في ذلك لنظرة تقليدية عن دور المرأة، واعتبروا أنهم كانوا ينتظرون دعما أكبر من السيدات لمعسكرهن. منى أبو النصر، BBC. ولا زالت معنا على الهواء من لندن مريم مشتاوي الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة. يعني سيدة مريم، يعني إذا لم تناصر المرأة نفسها كيف تتوقع أن يناصرها الرجل؟ أريد أن أعلق أولا هذه الاستفتاءات عزيزتي ليست دقيقة دائما كما في الانتخابات في السنوات الأخيرة في بريطانيا ولكنه صادر يعني عن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي، من المفترض أنه يحمل نتائج يعني قوية. طبعا، ولكن أريد أن أقول لك أن الانتخابات في السنوات الأخيرة في بريطانيا كانت تقول أن حزب العمال متقدما، هذا جاء استفتاءات، ولكن فوجئنا بفوز حزب المحافظين بأغلبية مريحة. هناك نساء أكيد يشعرن بالفخر أن يكون هناك رئيسة في أمريكا، وأن يكون هناك رئيسة وزراء في بريطانيا، وميركل مستشارة ألمانيا. ويمكن أن البعض الآخر لا يثق بنساء يعتلين المراكز الكبيرة بسبب عدم اعتيادنا عليه. بعض النساء يعني يستبطنن باللاوعي الشعور بالدونية تجاه أنفسهن. تعرفين هناك هذه الصورة التي صدرها المجتمع الذكوري الذي تعيش فيه النساء. نعم، هناك دراسات تشير أن معظم الناس ينظرون إلى القيادة النسائية بنظرة أقل من درجة نظرتهم للقيادة الرجالية، حتى لو كانت المرأة أكثر نجاحا، وذلك بسبب النظرة التاريخية والثقافية والاجتماعية للمرأة باعتبارها جنسا دون جنس الرجل. طبعا هذا شيء خاطئ جدا، ولكن أنا أتكلم عن النظرة السائدة. نعم، يعني كل هذا يجعل مهمة المرأة كقائد أصعب بكثير من مهمة الرجل. هذا عدا عن عمر دخول المرأة مجال المنافسة مع الرجل قصير بالنسبة لظاهرة القيادة عند الرجل. يعني اليوم يعني حسب النظرة السائدة الرجل هو رب الأسرة، هو العامل، والمرأة كانت هي يعني أكثر الأم، يعني مكانها كان في المنزل، ولكن يعني تغيرت الدنيا، ونحاول دائما أن نجد المزيد من الإيجابيات والمرأة الفاعلة في كل مكان. يعني شكرا لك مريم مشتاوي الكاتبة والباحثة في شؤون المرأة، كانت معنا من لندن. عبر عقارب الساعة نتابع بعمق